هل سألت نفسك يوما هل يحبك الله عز وجل أم لا؟ وإذا كان الله جل جلاله يحبك فما هي علامات هذا الحب؟ إنه لسؤال عن أمر عظيم وشيء جسيم لا يبلغه إلا القلائل من عباد الله الصالحين، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. فمحبة الله جل وعلا هي المنزلة الرفيعة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى سددك ووفقك، وكان النور الذي ينير طريقك والهداية التي تبلغ بها مرادك. اللهم اجعلنا ممن تحبهم وترضى عنهم، اللهم آمين. وهناك 12 علامة من علامات حب الله عز وجل لعبده تكون لنا بمثابة الاختبار الذي به نعرف مقدار مكانتنا عند الله عز وجل، وبه نزن نسبة حب ربنا تبارك وتعالى لنا. فما هي تلك العلامات؟ 1. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور حب لله عز وجل من دون حب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحبيب المصطفى الشفيع البشير النذير الذي عرفنا بربنا تبارك وتعالى وبلغنا رسالته وبين لنا الطريق إليه. قال عز من قائل في كتابه الحكيم الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. 2. الزهد عن الدنيا، وهذه منقبة عظيمة لا يؤتاها إلا من غلبت محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه محبة ما سواهما. ولقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، صلوا عليه مشاهدين الكرام، فهو حبيبنا، ومحبة ربنا لا تكتمل إلا بمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو شفيعنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك، أو يحبك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن فاتك من الدنيا شيء فلا تأس عليه ولا تحزن ما دامت معك محبة الله تبارك وتعالى لك. محبة الله التي قد تمنعك أحيانا الدنيا لما يريده الله عز وجل لك من رفعة عما يتخاصم الناس من أجله، وتنزه عما يتقاتل الناس في سبيله. 3. الابتلاء بالشدائد والمصائب والمحن. والابتلاء هو الاختبار والامتحان. قال الله جل جلاله في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. وهؤلاء المبتلون الصابرون هم أحباب رب العالمين، فالابتلاء يبتلى به الأحباب، يبتليهم ربنا تبارك وتعالى ليمحصهم ويرفع درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويزيدهم حسنات، وليكونوا أسوة لغيرهم من الناس. 4. تمكين القلب من حب لقاء الله تبارك وتعالى، فالمؤمن لا يهاب الموت ولا يخاف القبر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم معلما لحبيبتنا رضي الله عنها ولنا: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، نسأل الله ذلك، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعوذ بالله من كراهية لقاء الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يحبونك ويحبون لقاءك، فتحب لقاءهم، فتدخلهم الجنة برحمتك، وتبشرهم برحمتك ورضوانك وجنتك والنظر إلى وجهك، اللهم آمين. 5. التوفيق إلى عمل صالح قبل الموت. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله، وفي رواية طهره. قالوا: يا رسول الله وما عسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. 6. الهداية إلى السعي في مصالح العباد وحاجاتهم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. 7. شرح الصدر بذكر الله عز وجل، وتعطير اللسان بحمده تبارك وتعالى، فما أعظم وأطهر وأطيب وأكثر وأعظم ذكر الله تبارك وتعالى. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فسبحان الله وبحمده، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 8. التوفيق إلى حسن الخلق، فمن رزق حسن الخلق فقد حاز شرف الدنيا وشرف الآخرة. وقد مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس بخلقين رفيعين، فقال له صلى الله عليه وسلم:
إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. 9. التوفيق إلى الإكثار من النوافل بعد الفرائض. قال ربنا سبحانه جل في علاه في الحديث القدسي الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم أعنا على الإكثار من النوافل حتى تحبنا. 10. شرح الصدر بحب عباد الله المؤمنين. فمن رزق حب الناس لا يدفعه إلى ذلك رياء ولا سمعة ولا مصلحة دنيوية أو منفعة ذاتية، إلا أن يكون حبا في الله عز وجل ولله تبارك وتعالى، فقد أحرز محبة الله جل وعلا له. يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. 11. البعد عن الفتن والانشغال بالعبادة وإصلاح القلب وغنى النفس. اللهم إنا نسألك هذه كلها. ويجمع كل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأغنياء الأخفياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. 12. التوفيق إلى صلاة الجماعة والصف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.